سلام، اهلا وسهلا فيكم فيديو جديد. ان شاء الله تكونوا بخير. فيديو اليوم راح يكون انه راح نورجيكم اكبر صندوق مساعدات وصلنا من بداية الاشي اللي صار بغزة. اوكي حابة نورجيكم ايش الاشياء اللي يعني الاشياء اللي بتوصلنا من المساعدات اللي الناس بتبعتها. فحابين نورجيكم احسن طرد يعني غذائي وصلنا. اوكي طبعا هذا الطرد مقدم من المملكة العربية السعودية، فهلا رح نورجيكم كيف شكل الطرد من برا لانه في الفيديو مش مبين. فهلا رح تشوفوا الفيديو واحنا بنورجيكم اياه يعني من برا. زي ما شفتوا بالفيديو اللي حطينا لكم اياه انه الطرد من الأونروا بالتعاون مع السعودية، صح؟ فالأونروا اكيد اغلبكم بيعرفها، اللي هي بتساعد اللاجئين الفلسطينيين من اول ما بدأ اللجوء من ايام ال48. فاوكي فهلا خلونا نفتحها ونورجيكم شو في جواته. بس طبعا قبل ما نبلش بالفيديو ما تنسوا تدعمونا، لانه زي ما انتم عارفين احنا رجعنا جديد لسه على اليوتيوب، فيعني محتاجين دعمكم وزي هيك حتى ترجع القناة زي قبل واحسن. وكمان ما تنسوا في رابط دعم تاني، هذا خاص لأهل غزة، يعني كل حدا بيعمل اللي بيقدر يعمل رابط بيقدر. فإحنا يعني بعد معاناة بعد 7 شهور قدرنا نعمل هذا الرابط، فبتمنى منكم تدعمونا عليه اللي بيقدر، يعني راح تلاقوه تحت بصندوق الوصف. فاللي حاب إنه يساعدنا كمان راح تلاقوا هذا الرابط تحت بصندوق الوصف. بسم الله يلا نبلش. يلا أسير بلش. اوكي اول اشي رح اطلع اول اشي طلع لي بوجهي وهي علبة الحلاوة هاي. طبعا هاي زي ما انتم شايفينها هيك شكلها بكون، وزنها 1 كيلو، في منها 2 فواحدة. اوكي بداية يعني موفقة لانه احنا بغزة كتير يعني ما في عنا شوكولاتات، ما في عنا بسكوتات غير بس بسكوت التمر حرفيا معبي الدنيا. بس الحمد لله بتضلها نعمة بالاخير يعني، بس حرفيا اشتهينا الشوكولاتات، هاي الاشياء اللي كانت زمان. فاول طرد تقريبا نستلمه يكون في هاي الكمية من الحلاوة، دائما بتكون في مثلا نص كيلو، قطعة صغيرة زي هيك يعني. اخذ معلبات، في كتير معلبات يعني. اوكي طلع فول تقريبا في 1 2 3 مكتوب هو على العلبة، مكتوب على الكرتونة قديش العدد. الفول 16 علبة. اوكي فالفول صراحه الفول كتير يعني اكثر معلبه بنستفيد منها الفول. اوكي وهلا رح اطلع لكم كمان معلبه من المعلبات اللي هي فاصوليا بيضاء، وهاي العلبه فيها 5 وحدات. الاشي اللي بعده اللي هو حليب بودرة، صراحه كتير مفيد. انا كتير بحب الحليب واغلبنا في البيت بنحب الحليب يعني، إيش موفق صراحة. منه 2 من هذا النوع، في 2. وهذا الإشي اللي بعده طلع لنا كمان زيت، أو إحنا بنحكي عنه بغزة سيرج، اللي هو زيت القلي يعني. زيت الذرة أو زيت النباتي بكون. فهاي كمان طلع منها 2 تقريبا، هاي لتر في 2 يعني من الزيت. كمان هذا الاشي كتير مفيد وكتير يعني بنحتاجه، وفي ظل غلاء الاسعار وزي هيك، فيعني اشي ممتاز. الاشي اللي بعده اللي هي خميرة. طبعا الاشي اللي ما بتعرفوه او يمكن عادي يمكن بتعرفوه، لانه شفت كتير فيديوهات على التيك توك وزي هيك، انه احنا هلا اغلب اهل غزة بيعجنوا بايديهم يعني، لانه ما في مخابز، ما في اصلا سولري او وقود او كهرباء حتى المخابز تشتغل عليها. فاذا كمان في مخابز بتكون بعيدة عن المناطق اللي احنا ساكنين فيها، فبدل ما نروح ونيجي لا لسه بنعجن في البيت احسن. فكتير طبعا الخميرة مفيدة، فصاروا من بعد ما اكتشفوا انه احنا صرنا بنعجن بايدينا وهيك، فكتير لاحظت انه بيطلعوا خميرة بالطرود اللي بيطلعوها يعني. اوكي الاشي اللي بعده اللي هو العدس. اوكي العدس في منه 2 زي ما انتم شايفين، يعني 2 كيلو عدس. الاشي اللي بعده اللي هو الرز، يعني في منه 4 كيلو يعني 4 اكياس. الاشي اللي بعده اللي هو بدنا نحكي عن البقوليات، رز عدس، فلازم يجي معاه الحمص، اللي بحسهم باكج واحد. وكمان اذا في فول، بس هو الفول طلعوا لنا فيه علب معلبات يعني. صراحة احسن، لانه هاي الاشياء بتحتاج طبخ كتير يعني، واحنا زي ما بتعرفوا الغاز كتير شحيح عنا وقليل، وبنطبخ على النار وبنسوي كل اشي على النار يعني، والغاز مخبينه للاشياء
خفيفة. البسيطة والخفيفة. وكمان انه في احنا بالمخيم اللي احنا قاعدين فيه في تكية، اللي ما بعرف ايش يعني التكية، اللي هي الاكل مطبخ مجانا يعني. فالحمد لله بنروح نجيب منه اكل وهيك، فكتير مسدد العجز اللي موجود عندنا بالغاز يعني. فرح تشوفوه بالفلوجات الجاي كيف يعني بنوفر الاكل، كيف بنعمل زي هيك. فرح تشوفوها بيومياتنا. فهذا الحمص في منه 2 كيلو. الاشي اللي بعده اللي هو السكر. طبعا هو نص كيلو. طبعا اللي ما بيعرف انه كان كتير السكر غالي كتير عنا. الحمد لله هلا صار سعره احسن، يعني كان هو الكيلو قبل الاحداث كان ب3 شيكل، هلا بعد الاحداث بكم صار ب80، وصل 80 و100. وبعدين الحمد لله رجع انخفض سعره ل10. صح مش زي زمان بس احسن بكتير، صرنا قادرين نشتري سكر وزي هيك يعني. الحمد لله يعني ربنا عوضنا، وهل حاليا مش مقطوعين من السكر الحمد لله. قعدنا فترة برمضان مش بأي فترة كمان نشرب الشاي من غير سكر، ما نسوي حلويات، ما نسوي ولا إشي. فكان اعتمادنا الكلي على الحلاوة اللي كانت تطلع لنا، اللي كنا نشتريها أصلا، لأنه هناك ما كان أصلا يطلع لنا لسه كابونات وأشياء وزي هيك، يعني لسه جديد بعد 7 أشهر من الحال. بعد ما اجينا على الخيمة بصراحة صار يعني انه الاشي تحسن اكتر من قبل، لانه الناس بتهتم بالناس اللي قاعدين بالخيام، المساعدات بتيجي للناس اللي قاعدين بالخيام. صراحة حقهم يعني. حياة الخيام كتير صعبة، فكمان برضو صعبة، وكمان ما في اشياء مثلا تساعدنا وزي هيك، فلا ما بزبطش صراحة. فبس. وهلا اخو السكر اللي هو الملح فطلع لنا تقريبا 450 جرام، تقريبا نص كيلو، اقل بشوي. فكمان الملح كتير يعني برضه بنحتاجه بالطبخ بالاكل، ما بنستغني عنه يعني. كمان اجت فتره على الملح كان كتير غالي. صح مش غالي زي كتير السكر يعني. كان هو زمان بشكل، صار مثلا وصل اغلى اشي 20 شيكل تقريبا. فيعني الحمد لله هلا صار رجع يعني منيح، يعني ما بعرف قديش صراحه، بس انه مش غالي كتير يعني، مش بشيكل ولا ب20. فكمان الملح كتير مهم، فشكرا لهم عطونا ملح. واخر اشي ضايل بالكابونا اللي هو معلبات التونة، موجود منها 19 علبة، فانه كتير اشي يعني كويس. مخزون كتير منيح. لو صار اشي لا سمح الله ورجعت مثلا الاوضاع صارت اسوأ، فيعني الحمد لله هاي الكرتونة يعني بتكفينا. اصلا احنا في غزة هلا بس عايشين عشان نجمع الاكل، وحياة الله بس هيك حياتنا يعني. بس الحمد لله على كل حال، ان شاء الله هذا كله باجره، يعني عند ربنا اهم اشي يعني. وخلص احنا بالاخير كنا قاعدين على هاي الارض عشان الاجر والثواب والرباط وهاي الاشياء. فبس هاد كان فيديو اليوم، اتمنى منكم تحطوا لايك للفيديو، تدعمونا على القناة، تشتركوا فيها، وطبعا اكيد ما تنسوا الرابط رح تلاقوه تحت في صندوق الوصف، وكمان على الشاشة، مش عارفة بأي مكان، المهم رح تلاقوه تحت في صندوق الوصف. فشكرا كتير لأي حدا بيقدر يساعدنا بأي مبلغ بسيط يعني. وبس سلام.